حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا من اخر فيديو. النهارده بامر الله هنعمل مع بعض القرص المبسوسه الناعمه بطعم وريحه كده ايه زي بتاعه زمان. طعمها حلو جدا. هنشوفوها دلوقتي كده مع بعض. مكوناتها سهله جدا ومتواجده في كل بيت. اول حاجه معايا كده طبق او بوله نزلت فيه بنص كوبايه من الميه المغليه، ونزلت بمعلقتين من السكر، وهنزل بمعلقه من الخميره الفوريه. هبتدي ان انا دلوقتي ادوب السكر كده مع الخميره، واتاكد طبعا ان السكر داب معايا. بقلب كده لحد ما السكر يدوب، وبعد كده ايه هركنها على جنب وابتدي اشتغل في المكونات التانية. خلاص كده غطيتها وركنتها على جنب. وده ايه لاني ايه بتاكد كده ايه من مفعول الخميره، او بتاكد من ايه من الخميره بتاعتي. عندي كيس كده دقيق هاخد نصه، يعني انا دلوقتي هستخدم نص كيلو من الدقيق. 4 اكواب كده من الدقيق، نص كيلو. هبتدي ان انا ايه قبل ما اشتغل طبعا في القرص ان انا بنخل الدقيق. اي حاجه بشتغل فيها بحب ان انا انخل الدقيق الاول، بحيث ان انا اضمن ان مفيش اي تكتلات في الدقيق. نخلت كده نص كيلو من الدقيق. هبتدي دلوقتي بقى اضيف ايه على الدقيق. هضيف معلقتين من السمسم، السمسم المحمص. القرص طبعا بتبقى حلوه قوي بالسمسم. هضيف معلقه من اليانسون. لو في بقى شمر عندك ضيفي. في كمون، حابه طعم الكمون في القرص ضيفي. انا اللي كان موجود عندي السمسم واليانسون. ودلوقتي نزلت بنص كوبايه من الزيت، وهنزل عليها بنص كوبايه من السمنه. وطبعا انا مسيحه او قطحه السمنه، بس مش السخونيه اللي هي جامده قوي، لا. ادوق بس ساحت كده معايا. قمت طافيه النار. وضفتها كده على الدقيق. هبتدي بقى دلوقتي ان انا ايه ابس القرص، او ان انا ايه يعني اخليها تشرب كده من الزيت والسمنه بالشكل ده. مش هعجنها، لا. انا هلم بس ايه الدقيق، اداري كل الدقيق الابيض ده. اخليه كده في ايوه كده، يعني ممكن تاخدي حته حته على ايدك، وايه وتخلي الدقيق كده ايه يختفي كده في السمنه والزيت بالشكل ده. الاول بلم كده الدقيق في الزيت والسمنه. تمام تمام. بعد ما خلاص لون الدقيق الابيض ده كده خلاص يختفي كده، ويبقى اللون زي ما احنا شايفين كاني ببسها كده. هبتدي بقى ان انا انزل كده بالخليط بتاعي اللي هو الخميره والسكر والميه. هنزل كده، وعلى فكره ما ضفتش ميه خالص. طلع المقدار مظبوط جدا، نص كوبايه ميه على 4 كوبايات دقيق. ما ضفتش، والعجينه طلعت طريه وعسل معايا. هغطي بقى العجينة كده بفوطة بطبق بأي حاجة، وهركنها لمدة نص ساعة ترتاح بس. وبعد مرور نص ساعة خلاص كده ارتاحت معايا. خرجت كده العجينة بالشكل ده، وهبتدي أقطعها 4 أجزاء. زي ما احنا شايفين جميلة جدا، مش بتشقق معايا، حلوة قوي. ابتديت بقى ان انا كده اقسمها ل4 أجزاء زي ما احنا شايفين. وهبتدي طبعا ان انا ايه اشتغل بقى فيها، ان انا اكورها اعملها كور. اول حاجه هلف كده جزء جزء بالشكل ده برومو كده، وهبتدي ان انا اقطعه بالسكينه او بقطعه البيتزا. ويعني حاولي ان يبقى كله ايه عينك ميزانك كده قد بعض. وهبتدي بقى ان انا اعمل في ال4 أجزاء نفس الحركه كده، ان انا ببرمها. وبعد كده ايه بقطعها حتت متساويه كده. وبعد كده طبعا هكورها كده على ايدي. هبتدي ان انا الفها كده، او اعملها دواير، او اعملها كور بالشكل ده. صلى على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. بعملها كده دواير. عايزه اقولك تعرفي ازاي ان العجينه ناجحه ولا لا؟ لما ما تلاقيهاش شققت، يعني العجينه طريه بتتبرم معايا او بتتلف معايا بكل سهوله. ما شققتش معايا، الوش ما شققش. عايزه اقولك ان لو العجينه الوش شقق منك، ضيفي شويه ميه وارجعي عجنيها تاني، هتلاقيها طرت واتعدلت معاكي. ببتدي بقى ان انا اكورها كلها بالشكل القمر ده كده. بصي بقى بقولك يعني ان العجينة ناجحة جدا. طرية كده، ما شققش معايا خالص، العجينة ناجحة. وزي ما قلتلك لو شققت معاكي ضيفي شوية مية وعجنيها، ولو لقيتها شققت تاني ضيفي حبة مية تاني وعجني، هتتظبط معاكي. اوعوا بقى تكونوا قاعدين وناسين اللايك، انا شايفاكوا على فكرة. دوسوا لايك. لو اول مرة بقى تشوفوني يشرفني جدا الاشتراك، وتفعيل طبعا زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد.
هابتدي بقى إن أنا أجيب الصاج أو الصينية بتاعتي بالشكل ده، وهابتدي إن أنا إيه، أرص كده القرص بتاعتي، وهابتدي إن أنا أبططها كده بالشكل ده. عايزة بقى السمك يكون وسط كده، مش عايزة السمك يكون رقيق، لأن هي هتبقى ناشفة معايا، عشان طبعا إيه ما تدوبش كده معايا أو تتفتفت مني معرفش أطلعها، لأ خليها وسط كده. هابتدي بقى إن أنا إيه أفرد القرص بالشكل ده أو أبططها بالشكل ده كده. خلاص بقى بططتها بالشكل ده. هابتدي بقى أجيب شوكة، وابتدي إن أنا إيه أعمل فيها إيه، يعني أعملها كده بالشوكة، يعني كده بالشكل اللي احنا شايفينه، أخرمها كده بالشوكة. ليه أنا بعمل كده؟ عشان ما ترتفعش مني في الفرن، برضو بتدي شكل حلو. بس أنا بعمل كده عشان القرص إيه ما تعلاش مني في الفرن أو ما ترتفعش. هعمل بقى الكمية كلها كده بالشوكة بالشكل ده. واحنا متعودين من زمان ان القرص لازم ان هي تبقى ايه، عاملاها كده متخرمة كده بالشوكة او ايه بالشوكة بالمنظر ده. آه عايزة اقولك ان طعمها حلو جدا. دخلتها بقى الفرن على درجة حرارة، اهم حاجة القرص تدخلها على درجة حرارة هادية، يعني 170. طلعت معايا زي العسل، زي ما احنا شايفين. وكمان والله العظيم يا جماعة الكاميرا بتظلم لي الحاجة بتبقى احلى من كده، بس الكاميرا ربنا يهديها. بصي بقى جميلة مقرمشة. احنا عملنا قبل كده القرص الطرية مع بعض، قلت لما اعمل بقى اللي هي القرص الناشفة دي او المبسوسة الناعمة معاكو حلوة. بصي من جوه جميلة ازاي، طعمها حلو جدا، ريحتها جميلة. ريحة اليانسون بجد مع السمسم كده في الفرن او في البيت في الجو ده حلوة قوي. قومي بقى اعمليها. عملت بقى كده فنجان شاي كده جنبها، فنجان كده شاي، شاي بحليب بقى في الفطار في العشاء. قاعدة بالليل كده وجعانة، قاعدة وبالليل سقعانة عايزة تتدفي. هاتي نص كيلو دقيق واعملي القرص دي بجد هتعجبك. بحبكم في الله أحلى اخوات، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن حبايب قلبي.